يسعى الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة المدرب الوطني الكابتن محمد حسن البعداني لتقديم مباريات مميزة في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق مساء غد الثلاثاء على ملعب الملك فهد بن عبد العزيز بالمدينة الرياضية في الطائف. ويستهل منتخبنا الوطني للشباب مشاركته في بطولة غرب آسيا الثالثة بمواجهة صعبة أمام نظيره السعودي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من عمان والكويت. وتقام البطولة في مدينة الطائف السعودية الجميلة خلال الفترة من 25 من الشهر الجاري وحتى 5 من يوليو المقبل بمشاركة 12 منتخبا. وعطفا على جدول البطولة يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره العماني في 27 من الشهر الجاري، ثم يختتم مبارياته في الدور الأول بلقاء الأزرق الكويتي